سالفة ال5 مليون مال أبو جنة، كان اتفاق من أبو جنة يتبرع لك ب5 مليون لعرسك، لكن ليش أنت ركضت وقلت لأبو جنة إنه أنا مهدي؟ هو يعرفك وأنت تعرفه والشخص مواعدك، ليش هيك كانت؟ أول شيء تحياتنا أخوي وصديق أبو جنة، تحياتنا لأبو جنة الطيب. لكن هو كان مثل ما قلت أنت متفق عليه وكان مشهد تمثيلي لا أكثر ولا أقل. مهدي أكو سؤال ما أعرف هواي يعني راسلون عليه، إنه مهدي مصلحجي ومهدي يحب يحرج المقابل، تنوه لجمهورك. أول شيء أنا إنسان على فطاريتي ويا الناس كلها، والكل تعرفني إنه أنا ما عندي هاي الأمور، اللي معاشرني راح يعرفني، بس أنا أتعجب على ناس تحكم بدون ما تشوف بعينها. مهدي أكو سؤال كلش قوي، يعني عادة إن اللي يكون يروح لبيت الله ويعمر عادة من يكون راح يختلف قبل ما كان، انت رجعت واكثر، يعني مثلا من ضمن ان تصعد بثوث ويا بنات، تصعد جولات، وهذه ما اعتقد انه شخص يروح لبيت الله ويسوي هاي الاشياء. شوف أنا من رحت البيت الله اعتمرت الحمد لله وشكر رب العالمين. العمره مقاربه للحج، يعني راح تعرف هواي اشياء انت ما كنت تعرفها. بس الحمد لله أنا يعني ما تركت إنه أصعد ويا بنات، ما جاي أصعد ويا بنات بس بعد ما شفناك بالعمره رجعت صارت بنات. هذا الشيء يعني هو اختيار، يعني باللايفات يكون اختياري، لكن أنا دائما مبتعد عن البنات بالأخص باللايفات. يعني إذا تشوفني إنه أنا إذا أفتح بالشهر يعني 50 مرة أو 60 مرة، فأنا احتمال صاعد مرة واحدة ويا بنات. هل تقبل الناس تتعاطف وياك؟ أكيد لا، أكثر شيء أكرهه بالإنسان التعاطف. السبب هو ليش يتعاطف وياك؟ لأنه يشوفك أنت إنسان يعني خطية، وأنا هذا الشيء دائما رافضه، لأنه أنا إنسان بطل وإنسان قوي، ما أحب واحد يطلق علي كلمة تعاطف وياك. لو كانت حياتك عبارة عن حلم راح تبقى بهذا الحلم، لو تركع الأمر الواقع وتقول لا لازم أفزن ومو هذا شكلك؟ لا بالعكس، راح أكمل بهذا حلمي وراح أستمر لحد ما الله ياخذ أمانته، لأنه صراحة أنا كلش أحب نفسي وبالأخص بهذا وضعي. مهدي أريد موقف لا أني سامعه